نوفروا هذه الهوامش ونعطيوها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها. هذه الطبقات اللي تكلمت عليها اللي هي 3.6 مليون تاع الناس غادي توصلوا هذه السنة ب 25 مليار تاع الدرهم، وغادي يمشيوا في السنة 26 ل 29 مليار تاع الدرهم. واعتقد بأننا مطالبون لتوفير هوامش أخرى يتم توجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات. الآن ما عرفه غاز البطال اليوم ليس تحريرا لأسعاره، هو فقط إضافة 10 تاع الدرهم في الثمن. خصنا نعرفوا بأن البطال اليوم الثمن الحقيقي نتاعها هو 88 درهم، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة. وعن ما تم الترويج له من علاقة هذا الموضوع بزيادات محتملة في مجموعة من المواد، لابد أن نبرز الحقائق كما هي. الدولة خصت عشرات المليار تاع الدرهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية وبالكميات الضرورية، ولهذا السبب بقى الخبز في الثمن تاعو وغايبقى في الثمن تاعو دون أي ارتفاع ودون أي علاقة بين الموضوعين. شكرا.